أهلا ومرحبا بكم في قناتي زينب الدريمي. وصفات يومية تشارك معكم طاجين ديال اللفت بالبطاطا والزيتون، شي حاجة اللي خيالية وزوينة وواعرة. المكونات ديالنا عبارة عن بصلة مشلضة، كنزيدو عليها الملح والبزار حتى كطيح نص طيبة، وكنزيدو عليها الدجاج اللي كنزيدو معاه الخرق معلق وخرق ملون، وراس معلقة ديال السكينجبير، وطبعا المليحة بلا ما نقول لكم، وشوية ديال الماء باش غير يبقى داكشي يتشحر في طيابو في مذاقو. ومن بعد باش كيتشد النكهه زوينه، من بعد كنزيدو عليه اللفت وكنزيدو عليه البطاطا. بغيتو ديرو اللفت ما بغيتوش يعني ديرو مع البطاطا، داكشي كيبقى اختياري. المهم لما كانش كديرو بين وبين ما بين اللفت والبطاطا. المهم كنخلطوا المكونات ديالنا، كنزيدو عليهم الماء، كنخليهم يطيبوا مزيان. كنزيدو الفيتا وكنزيدو البطاطا. هذا ضروري اللفت خاصو يكون لتحت باش يطيب، وكنزيدو عليه البطاطا وكنخليو داكشي ديالنا تيطيب حتى الاخر. نبغيو نقدمو ونزيدو شويه الربيع والزيتون، والطبق ديالنا راه كيجي واعر. ننصحكم به وتفكروني قولوا زينب الدريمي قالت راه شي حاجه اللي واو، بحال طياب العراسات. ما كنشكرش راسي، ولكن راه بصح داكشي بنين ما نقولش لكم عليه.